يا مساء الهنا ومساء الجمال ومساء السعادة كمان. اوعى تسمح لحد انه يعاملك بمزاجه. اه، يعني شوية يعاملك حلو كأنك أقرب الناس ليه، وشوية ينفر منك كأنك عدو. أكبر غلطة بيعملها أي حد إنه يقلل من نفسه ويجي عليها لصالح ناس تانية. ما تسمحش لحد إنه يتعامل مع وجودك إنه مضمون، وإن هو مهما عمل كده كده هيلاقيك في الآخر مستنيه برضه. الناس بيسترخصوا الشيء المضمون في حياتهم. صعب تدور على التقدير من اللي حواليك وهم شايفينك سهل ورخيص. انت غالي قوي في نظر اللي خلقك سبحانه وتعالى، فما تسمحش لحد يرهن محبته ليك بانه يرخصك. المحبة اللي ترخص صاحبها مش عايزينها. وطبعا طبعا طبعا وحشتوني 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 جدا من القصة اللي فاتت. أنا النهاردة جاية وجالكم بقصة جميلة، واثقة ومتأكدة إن شاء الله إنها تعجبكم. اسمها مراتي وحبيبتي، بقلم الجميلة المبدعة المتألقة نانسي الجمال. بس قبل ما نبتدي قصتنا النهاردة، خلينا أفكركم إن انتوا تكونوا عاملين اشتراك لكل قنوات توتا ومفعلين الجرس، وكمان مختارين الكل علشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. وكان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونقول وتوتة توتة توتة وهتبدأ الحدوتة. وفي بيت كبير كانت أشواق واقفة قدام مكتب ومتوترة. أدخل هقوله ولا لأ؟ وبعد ثواني حسمت قرارها وخبطت على الباب ودخلت للمكتب. وقتها رفع مرتضى عينه وبصلها باستغراب. انت مين؟ ومين اللي سمح لك تدخلي المكتب؟ انا شغالة هنا يا فندم، واسفة ان انا دخلت كده، لكن في حاجة ضروري لازم تسمعها. حاجة ايه دي اللي اسمعها من واحدة شغالة عندي؟ وقتها خرجت اشواق التليفون وشغلت تسجيل. انت مالكيش توافقي او ترفضي يا بنت، انت هتعملي اللي هقوله بالظبط وغصب عنك. انا هبقى مشربه مرتضى حاجه تخليه مش في وعيه، وانت هتدخلي له وتتصوري كل حاجه هتعملوها سوا وتمشي. هديكي كام قرش كده تختفي بيهم خالص، والتسجيل يبقى معايا. وقفت اشواق التسجيل. دي اسيل مراتي صح؟ ايوه يا مرتضى بيه. ايه اللي في باقي التسجيل؟ وقفتي ليه؟ مش مهم، مش مهم الباقي. وقتها مرتضى اخد منها التليفون وشغله. بس يا هانم ايه المشكلة ليه دايما اللي زيكم بيحبوا يعرفوا التفاصيل؟ بس على العموم انت كده كده هتمشي ومش هسمع عنك حاجة تاني. فهقولك، انا مش هخلف عيل من مرتضى ده. انا بنت ناس مش زيه طالعة السلم من تحت. هو اتجوزني مصلحة، وانا بابا كان محتاج منه مصلحة فوافقت. لكن دلوقتي خلاص لازم اتطلق منه، وبحاجة بقى تخليه يدفع لي كل اللي عايزاه كمان. لاني عارفة انه ضعيف يخاف يكون مع اي ست غيري، لأن محدش يستحمل قسوته وتعامله الجاف غيري أنا. عرفتي بقى؟ وقتها مرتضى قفل التليفون ورفع راسه للسقف. أنا ضعيف. واضح إن أنا اتسهلت معاها كتير قوي مؤخرا صح؟ مين البنت اللي اتفقت معاها على الكلام ده؟ أنا همشي والله وأسيب الشغل، بس قلت أعرف حضرتك الأول. كفاية كلام كتير. أنت البنت دي؟ بصيت له أشواق بخوف وحركت راسها وبتفكر بندم. أنا وقعت نفسي مع أمين. مع مين بس؟ ده أكيد مش هيسيب حد عارف كده عنه. تتجوزيني؟ إيه؟ إزاي يعني؟ هو إيه؟ هو الجواز بقى ليه أشكال مختلفة دلوقتي؟ لأ، بس إزاي فجأة كده وليه أنا؟ من غير إزاي وليه دي حاجات تعرفيها لما تبقى مراتي، لكن المهم الأول الإجابة. على العموم أنا هسيب لك وقت تفكري، بكرة تردي عليا. حاضر يا فندم، بس أنا كده أجي الشغل تاني عادي؟ أيوة، وافضلي متفقة معاها لحد ما ترد عليا. خرجت أشواق من عنده وهي خايفة وقلبها بيدق بسرعة. أنا إيه اللي خلاني أوقع نفسي مع حد زيه؟ يعني الكل بيخاف منه وأنا أروح أعمل كده؟ بس حرام، يعني كنت أسيبها تخدعه؟ هو صحيح حازم، لكن عمري ما شفته بيظلم حد أبدا. وفي المكتب كان مرتضى قاعد مكانه بابتسامة. بقى عايزة تخلصي مني بالسهولة دي يا أسيل؟ عمرك ما عرفتيني برغم السنين اللي ما بينا، بس على الأقل عارفة ذوقي في الستات، وكنت بعتلي اللي تعجبني وقوي كمان. تاني يوم وصلت أشواق للشغل وطلعت تروق أوضة مرتضى، وفجأة الباب اتفتح. مرتضى بيه، صباح الخير. أنا آسفة، هما بلغوني إن حضرتك خرجت. مش مشكلة، كملي شغلك، أنا هاخد ورق وأمشي. أخد الورق ولف ناحيتها. صح،
قررتي ردك هيبقى ايه؟ قررت بس هيبقى عندي طلب. طلب. في الحالة اللي زي دي ممكن نعتبره كشرط، لكن أنا مش مضطرة أوافق على شروطك. أكيد فاهمة إن أنا ممكن أتجوز مليون غيرك. لا لا لا، هو مجرد طلب ومش شرط أبدا. تمام. هو إيه الطلب ده بقى؟ هحتاج مبلغ بسيط. بتساوميني على فلوس حضرتك؟ لا لا، أنا مقدرش أساومك لأن دي كلها حاجات لو كنت في وضع قوة. عرض حضرتك جالي فرصة في وقت صعب. أنا المبلغ اللي محتاجاه هو لشوار أختي الكبيرة عشان تتجوز. فاضل لها كام حاجة بسيطة بس هياخد وقت. لو احنا اللي جبناهم والميعاد هيفوت وأهل الحريس مش هيسكتوا أكيد. طب ما تسيبه. راجل مش قادر يقف في ظهرها على حاجة عارف إنها غصب عنها هتتجوزه ليه؟ هو محترم وعاوز يقف معاها. حتى عرض يجيب هو الحاجات من ورا أهله عشان ما تتجرحش لكنها رفضت. احنا بابا كان مربينا على الكرامة وعمرها ما هترضى تجرح كرامتها كده أبدا. تمام. أنا هجهز أختك سواء وافقتي ولا لأ. يعني إيه؟ يعني لو رابطة إن أنا أساعدتك عشان تضغطي على نفسك وتتجوزيني فلأ. أنا عايزك موافقة على الجوازة عشان عايزة مش عشان مضطرة. بصيت له أشواق باستغراب وإحساس غريب إنها محتاجة تفهمه. وأنا وأنا موافقة أتجوزك. ابتسم مرتضى بهدوء وفجأة دخلت أسيل. إيه اللي بيحصل هنا؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ وبتسألي عنه؟ أنت إيه اللي موقفك مع البنت دي لوحدكوا في الأوضة؟ كنت بجيب الورق ده واستلطفت الكلام معاها. بقالي سنين ما اتكلمتش مع حد. على العموم أنا رايح شغلي. خرج مرتضى وقربت أسيل من أشواق. برافو يا أشواق، كده حلو قوي. عشان أقول إن أنا كنت شايفاكم مع بعض قبل كده. عايزاكي بقى الأسبوع ده كله تفضلي حواليه لحد ما يتعود عليكي وتشدلك. حاضر. حاضر يا أسيل هانم. عدى يومين وكان مرتضى بيجهز كل حاجة لجوازه من أشواق. وفي يوم الصبح صحيت أشواق على مكالمة. ألو، مين معايا؟ أنا مرتضى. أنت صاحية؟ أستاذ مرتضى؟ صاحية حضرتك. النهاردة اليوم اللي أسيل طالبة منك تنفذي فيه صح؟ أيوة. أنا ما كنتش هاجي. لأ، إحنا هنكتب الكتاب النهاردة. كمان 3 ساعات هاجي أنا والمأذون عندكم ولا تحب نكتب بره؟ لأ تمام. أنا هكلم أختي وهنستنى حضرتك. قفل مرتضى واتنهدت أشواق. النهاردة؟ الوقت جرى بسرعة قوي. خليني أعرف ندى باللي حصل. اتصلت بأختها وتعرفها ورجعت للبيت بسرعة وبدأوا يظبطوا كل حاجة مع بعض. وبعد 3 ساعات فعلا وصل مرتضى والمأذون واستقبلهم خطيب ندى. أهلا وسهلا، اتفضلوا ادخلوا. خرجت أشواق. أول لما شافها مرتضى انبهر بيها وفضل سرحان فيها. إيه يا عريس، هتسيب إيديها ممدودة كتير من غير ما تسلم؟ معلش ما أخدتش بالي. قعدوا كلهم وبعد دقايق كانوا كتبوا الكتاب. صدقني يا مرتضى، انت واخد أحسن بنت في الدنيا. أشواق دي أختي الصغيرة وأنا أضمنها لك برقبتي. ما تقلقش، أنا مش محتاج حد يضمنها. أنا عارف عنها كل حاجة كويس قوي. على العموم احنا هنتحرك ونروح بيتنا. وقتها حضنت نداء أشواق. اتصلي بيا كل يوم وتعالي زوريني. أنا مش عارفة هعيش لوحدي من غيرك ازاي يا أشواق. ما تقلقيش، أنا هبقى معاكي دايما، مش هتحس إن أنا اتجوزت حتى. قالت كلامها ونزلت مع مرتضى العربية. شكلك حلو قوي. ها؟ حضرتك بتكلمني أنا؟ ابتسم مرتضى وقرب منها وهو بيقفل لها حزام الكرسي. في واحدة تقول لجوزها حضرتك؟ من النهاردة اسمي مرتضى يا أشواق. مرتضى وبس. حاضر. ممكن تبعد يعني. آه، كنت بقولك شكلك حلو أوي. ماشي. بعد عنها وفضلت أشواق مكسوفة جدا. وصلوا البيت ودخل مرتضى الأول وأسيل وقتها كانت متعصبة جدا. مالك في ايه؟ متعصبة كده كأن في حاجة مهمة باظت. هيكون ايه يعني؟ ما فيش حاجة كده نهائي. بجد؟ طيب حلو قوي عشان يبقى مزاجك رايق وانا بعرفك على شريكتك الجديدة. شريكة ايه؟ انت رايق وبتهزر يا مرتضى؟ شريكتك فيا. اقدم لك اشواق، مراتي الجديدة. دخلت أشواق وهي متوترة جدا وفجأة قرب منها مرتضى ومسك إيديها. انت بتقول ايه؟ مراتك ازاي؟ وانت يا بنت لا. اياك تفكري تغلطي في مراتي يا أسيل. ما هو أنا ايه بقى؟ أنا مش متجوزة عشان أسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يغلط فيها. نعم، أنا مسواش؟ وحتة الخدامة اللي مش شارع دي بتدافع عنها؟ الخدامة دي أحسن منك بكتير. أصلك أكيد فاهمة إن مفيش راجل بيتجوز مرة تانية إلا لو في حاجة ناقصاه. اخرس يا حيوان.
بقى أنا أسيل هانم حتة خدامة تبقى أحسن مني؟ بس انتوا الاتنين رخاص أكيد. زي قرب منها مرتضى وقطعها بقلم قوي. انت انت بتضربني أنا عشان حتة الجربوعة دي؟ ولو طولت في الكلام أكتر ولا فكرت إن ليكي حق قوي هضربك أكتر وأكتر يا أسيل. ما تنسيش نفسك يا مراتي. مسك إيد أشواق وطلع بيها القط. أنا يعني هخرج أنام في أوضة تانية. أنت هتنامي هنا من النهاردة. بس حضرتك ما بتحبش حد ينام في أوضتك. فكرك لو مش عايزك هنا هسيبك. أنا عايزك تنامي هنا من النهاردة يا أشواق. اسمك غريب قوي. غريب وحش ولا حلو؟ هيفرق معاكي أنا شايفه إزاي؟ أشواق بصت له وسكتت وقعد جنبها. غريب حلو. أول مرة أشوف حد بالاسم ده، غير إنه نطقه بيخليني مبسوط جدا. هو حضرتك أقصد يعني اتجوزتني ليه يا مرتضى؟ أسباب كتيرة. عايزة تسمعيها؟ بس اعملي حسابك إن في منهم ممكن يجرحك. لا، حابة أسمعهم، على الأقل أبقى فاهمة وضع إيه. أولا عشان أقهر أسيل إنها تساوت بالبنت اللي جابتها تضحك عليا. أعلمها درس إن مش أنا اللي يتلعب عليا. هقلل مكانتها في المجتمع كله باللي هعمله معاكي، لأن من النهاردة أنت بس اللي هتظهري معايا في كل مكان. وكمان عشان عجبتيني. إيه؟ يعني كل ده عادي وعجبتيني هي المشكلة؟ ما أقصدش، بس بصراحة يعني هي الحاجة الوحيدة الغريبة ومش منطقية. طبيعي تبقى عايز تنتقم من مراتك عشان اللي كانت عايزة تعمله، لكن تتجوز فعلا لأني عجبتك وسط كل ده؟ أنا كنت أقدر أنتقم من أسيل من غير جواز، لكن عجبتيني عشان كده قررت أتجوزك. يعني لو فكرنا في حلاوتك هي اللي خلتني أبدأ الخطة كده. أشواق وقتها سكتت بكسوف، وراح مرتضى نام على السرير. غيري هدومك وتعالي نامي. أنا عمري ما هعمل حاجة غصب عنك. شكرا يا مرتضى. قالت كلامها وهي اتنهدت براحة، ومرتضى ابتسم بخفة. تاني يوم صحيت أشواق على صوت عالي. ايه اللي بيحصل؟ كملي نوم انتي، دول أهل أسيل، أكيد الموضوع مش هيعدي كده. تمام. أنا مش هنزل غير لما تقولي. أنا همشيهم وابعتلك عشان الفطار. نزل مرتضى ونامت أشواق من تاني. وبعد فترة هي عرفت تنام في الصوت ده فعلا. غريبة. أشواق، أشواق اصحي. ايه هما مشيوا؟ ايوه قومي جهزي بقى عشان نروح نفطر. نروح فين؟ هو احنا مش هنفطر في البيت هنا؟ لا، لازم الصحافة تاخد لنا كام صورة حلوة كده ينتشروا في كل حتة ويتنشروا في كل مكان. بس انا يعني مش بحب اتصور كده ومش بحب. بس دي حاجة مضطرين نعملها، مش بالحب او الكره. يلا هستناكي تحت. قال كلامه ونزل وهي قامت. انا حصل ايه في عقلي قبل ما اوافق على الجوازة دي؟ اكيد انا اتجننت. جهزت اشواق نفسها ولبست فستان جميل ونزلت، ومرتضى ابتسم اول لما شافها. انا قلت كل اللي انت محتاجاه لمسات بسيطة قوي وهتطلعي تجنني. احمر وش اشواق وقرب منها مرتضى يفك شعرها. كده يبقى احلى مع الفستان الجميل ده. انتوا بتعملوا ايه؟ يو عليك يا اسيل، دايما كده بتقطعي اللحظات الرومانسية مع مراتي. بطلي تعملي كده، لاني بفكر اشوف لك بيت تاني تروحي تقعدي فيه. انت عايز تطردني انا يا مرتضى؟ هتمشيني انا وتقعد الخدامة دي؟ واضح كده انك ما بتفهميش من اول مرة يا اسيل. ايه، تحب اضربك مرة كمان عشان تعرفي اللي ينفع تقوليه وايه لا؟ انت كمان بتهددني؟ طب والله لا اقول لبابي. ما هو كان هنا الصبح وعمل شو وزعيق، واول لما هددته بالصفقة اللي ما بينا حط راسه في الارض ومشي يا اسيل. ليه بقى تتعبيه تاني؟ وياريت كفاية تعطلي فيا انا ومراتي كده. مسك ايد اشواق وخرج بيها. اول لما طلعوا بره حاولت تسحب ايديها. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ أنا أنا يعني إحنا خلاص مش قدامها فتقدر تسيب إيدي عادي. هو أنت مفكراني همسكها عشان أغيظ أسيل؟ ابتسم بجمود وبدأ يقرب منها لحد ما خبطت في العربية. أنا مش بعمل أي حاجة غصب عني يا أشواق. يعني مسكت إيدك ولا خليتك تنامي في نفس الأوضة كل ده معناه إن أنا عايز كده، مش مجبر عليه. ده غير إن أسيل مش بتحبني عشان تغير عليا منك. أسيل اللي تجرحها كرامتها وبس، مش ماسكة إيد. فعشان كده بقى يا ريت تبطلي التصرفات دي. تصرفات إيه؟ إنك مجبرة عليا وبتحاولي تهربي مني بأي مبرر. أنا لما عاوزة أسيب إيدك هسيبها. أنا ما أقصدش ويعني أنا مش محتاجة تبرري المرة دي، لكن لو اتكرر هتحتاجي تبرير قوي كمان. ويا ريت ما تفهميش أسلوب اللطيف معاكي غلط وتفكريه ضعف. لا لا، طبعا أنا سامعة عن حضرتك كتير قوي وأعرف كتير، بس ممكن تبعد شوية
في ناس حوالينا. لف مرتضى بص على الحراس اللي متابعينهم، وبعدين بص الأشواق اللي وشها احمر بكسوف. كله عينه في الأرض حالا. عينك ما تترفعش لما مراتي تبقى موجودة تاني، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. بصوا في الأرض وبعد عنها مرتضى وهو بيهمس. أنا آسف، ما أخدتش بالي إن هما باصين. ركبوا العربية واتنفست أشواق أخيرا. حاولي ما تقوليليش حضرتك دي تاني. أنا آسفة بس عشان اتوترت يعني. آسفة يا مرتضى. ما حصلش حاجة. تحبي تفطري ايه؟ أي حاجة. أنا مش بعرف أقول لأ لأي أكل. أخيرا ده أنا كنت عايش في عذاب. يعني ايه؟ أصل أنا بحب الأكل جدا برضو، وعمري ما أقوله لأ. بس أسيل بتخاف على نفسها من التخن، فدايما كنت باكل لوحدي يا إما ما باكلش. فأخيرا بقى ألاقي حد يشاركني. ما تقلقش، الأكل بالذات هشاركك فيه بكل حب. الأكل بس اللي هتشاركيه بحب؟ طب ما في حاجات كتير الحب فيها حلو. بصت له أشواق بكسوف. وصلنا يا مرتضى باشا. نزل مرتضى وفتح لها الباب ودخلوا ياكلوا. وكان كذا مكان في صحفي عمال يصورهم. ما بتاكليش ليه؟ مش كلامك ده. بصراحة بقى أنا متوترة من كل الصحافة اللي حوالينا دي. أنا مش متعودة على كده، ولا هعرف أتعامل بطبيعتي. طيب تمام، استنيني هنا لثواني. قام مرتضى للحراسة وبعدين رجع. كل براحتك. مشيت الصحافة اللي كانت موجودة. إزاي؟ مش أنت كنت محتاجهم؟ وأخدوا الكام لقطة اللي محتاجهم. خلاص نكمل براحتنا بقى. شكرا يا مرتضى، أنا بجد كنت جعانة قوي فعلا. ابتسم مرتضى وبدأوا ياكلوا. وبعد يومين كان مرتضى متأخر في الشغل، ولما رجع للبيت وطلع لأوضته. مرتضى، حمد لله على السلامة. الله يسلمك. صاحية ليه لحد دلوقتي؟ مستنياك ترجع. ايه ده، معقولة يعني بقيت أوحشك في غيابي؟ أنا يعني مستناك عشان أحط لك تاكل أو أجهز لك الحمام. قلت أكيد هتيجي تعبان من بره. يا خسارة، يعني ما وحشتش مراتي حتى. بس مش مشكلة. كفاية بس إن أنت مستنياني. بس بعد كده نامي، في ناس شغالين هنا. لو احتجت حاجة هقول لهم. بس أنا يعني بحب أخلي بالي عليك بنفسي. وده إيه سببه بقى بالظبط؟ معقولة حبيتيني بالسرعة دي؟ لا، بصراحة يعني بس أنا مراتك، ولازم أخلي بالي منك أعمل لك الحاجات اللي تريحك. لو حبيتيني كان هيكون أحلى، بس مش مشكلة. ده برضو حلو. هنزل أحضر لك الأكل. هتعبك لو حضرتيلي الحمام الأول؟ محتاج أخد حمام حلو كده قبل ما أكل. حاضر، من عينيا دقايق ويبقى جاهز. دخلت أشواق جهزت الحمام، وبعدين نزلت حضرت له الأكل وقعدت معاه. أخبار يومك إيه؟ الشغل كان متعب؟ بصلها مرتضى وهو ساكت لدقايق. أنا قلت حاجة غلط؟ هو أنت اتضايقت؟ أنا بس بحاول أخد عليك. وكنت متعودة أتكلم دايما مع ندى على شغلها، وقالت لي إن ده بيخفف تعب الشغل. فقلت أشاركك وأسفة. اديني فرصة أقولك أي حاجة. أنا ما اتضايقتش، بالعكس اتبسطت. دي أول مرة أحس إن أنا متجوز فعلا. أروح البيت على ست جميلة مستنياني بابتسامة، تجهز لي أكل وتقعد تدردش معايا عن يومي. كلها حاجات غريبة عليا. أنت عارفة إن أنا من أول يوم شفتك فيه وأنت لافتة نظري؟ مش عارف ليه، لقيت نفسي مستريح لك في حاجات كتيرة قوي. وبقى عندي فضول أعرفك أكتر، وأعرف أنا حسيت بكده ليه. وأنا لما شفتك حسيت إن أنا عايزة أفهمك، ومعرفش ليه. وبقالي يومين بقول إن ده تهور مني، عشان أحاول أفهم حد زيك. حد زيي؟ أنا حد عامل إزاي يعني؟ أنا بقالي فترة شغالة هنا، عمري ما شفتك بتبتسم لحد. دايما بسمع عن قسوتك وإنك شخص حازم جدا، وإنك حتى مراتك يعني معذبها بقوة شخصيتك. حتى كان في ناس بيقولوا إن اسمك الوحش، شخص كل حاجة بتقولي أبعد عنه وأنا قربت. هو أنت دايما صريحة كده؟ أنا ضايقتك؟ بالعكس، أنت بتعملي كل حاجة إلا إنك تضايقيني يا أشواق. خلينا نعمل اتفاق حلو. اتفاق إيه بالظبط؟ انسي اتجوزنا إزاي، وانسي كل الظروف دي. خليني أنا وأنت نمشي ورا فضولنا ونشوف هنوصل لإيه. بس أنا خايفة تكون آخرة فضولي ضلمة، أو بير أقع فيه لوحدي. خايفة تغامري وتجربي؟ بصيت له أشواق وكانت حاسة في عينه بحنية غريبة جدا. لا، مش خايفة، بس محتاجاك تقولي غامر ولا لأ يا مرتضى. غامري يا أشواق، خليكي جنبي لحد ما تعرفي آخري إيه. ابتسمت أشواق وفجأة طبطبت عليه. يبقى غامر يا مرتضى. الله، مغامرتك سريعة جدا. اتحرجت أشواق وحاولت تبعد عنه، بس هو مسك إيديها. اتعودي على كلامي بقى وما تبعديش. وبره كانت أسيل واقفة بتبص عليهم من الباب. بقى أنا أسيب البيت عشان يجي ورايا؟
لكنه هنا مرمي في حضن الخدامة. أنا هوريكي من أسيل هانم يا حتة خدامة أنت. تاني يوم صحيت أشواق، جهزت هدوم مرتضى ونزلت تجهز له الفطار. جهزي لي الفطار يا خدامة أنت. معلش يا مدام أسيل، مش هلحق، ممكن حضرتك تطلبي من حد غيري؟ وأنا مستنياكي تقولي لي أطلب من حد تاني؟ أنا بقولك أنت. قبل ما ترد عليها دخل مرتضى. الله، بتعملوا ايه في المطبخ انتوا الاتنين؟ أسيل وقتها بصت لأشواق بسخرية. أبدا، بقول لها تجهز لي الفطار معاها بالمرة. طب دي فكرة حلوة أوي أوي، ليه لأ؟ بصيت له أشواق بصدمة، وفجأة قرب مرتضى وحط إيده على كتفها. جهز لنا الفطار كلنا يا أسيل، هنستناكي في الجنينة عشان حابب أقعد مع مراتي الحلوة شوية كده. أخد أشواق وخرجوا. إيه، كنت مفكراني أخليكي تعملي لها حاجة؟ بصراحة ما كنتش متأكدة إنك هترفض. أنا قلتلك يا أشواق هننسى كل اللي فات، معنى كده إنك مراتي بكل رسمية، عشان كده عمري ما هخلي حد يقرب منك. ماشي. صح، أنا المفروض أروح لندى النهاردة عشان هتجيب كام حاجة ناقصاها. أنا هوصلك، وما تنسيش تاخدي الفيزا معاكي. ما تقلقش عليا، أنا ذاكرتي مية مية. طمنتيني، معنى كده عمرك ما هتنسيني صح؟ هنساك ازاي وانت قدام اهو. المهم بقى، خلينا نروح نفطر. لسه ما عملتش حاجة، فكرك هتعرف تعمل؟ ولو عملت هآمن آكل منه؟ أنا متأكدة إنها عايزة تقتلني، بس مستحيل توصل للمستوى ده. يا ريت أقدر أثق في الموضوع شبهك كده. خلينا نتحرك يا مرتضى. عدت فترة وكان الوضع حلو بين أشواق ومرتضى، واتعرف الاتنين على بعض كتير، وكانت أسيل بتراقبهم بغيظ ومش قادرة تتدخل. وفي يوم قررت أسيل بقى إنها تتصرف. كانت أشواق واقفة بتحضر الأكل، ودخلت أسيل. حلو الجو اللي انتي عاملاه بقالك فترة ده، يعني يجي تجهزي أكل وتدلعيه وشوية وهتقلعيه الجزمة. فعلا الراجل بيحب الست اللي تحت رجليه. لو سمحتي يا أسيل، أنا ما اسمحلك. ايه، انت مفكرة ان ليكي حرية تتكلمي معايا كده، تقولي لي أسيل واسمحلك ولا لأ؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه بنت انت؟ فكرك حركات مرتضى دي هتفضل كده دايما؟ لا يا حلوة، مرتضى متفق معايا على كل حاجة. يعني ايه؟ يعني بعد جوازكم مرتضى جالي وقال لي انه اتجوزك عشان يقرص ودني ويعرفني قيمته ايه عندي، لكن هو عمره ما يحب خدامة، وان هو هيقعد فترة معاكي لحد ما يقنعك وتخلفي عيل برضاكي، وقتها بقى هياخده ويرميكي بره يا حلوة. امم ومرتضى قالك كده لوحده؟ جه اعترف لك كده من نفسه؟ اه، لو مش مصدقاني اصبري والايام هتثبتلك. انا فعلا هصبر وهشوف مين بيكذب ومين حقيقي. ولا اقولك، مش هتصبري، انا هخلي كل حاجة واضحة قدام عينك دلوقتي. مسكت أسير المية السخنة وقلبتها على ايديها. اه حرام عليك يا اشواق، يا مرتضى، مرتضى الحقني يا مرتضى. دخل مرتضى يجري. ايه اللي حصل مالك؟ اشواق قلبت المية المغلية عليا، الحقني وجعني قوي يا مرتضى. مسكت فيه وهي بتمثل الدوخة وشالها مرتضى وخرج بيها بسرعة. راقبتهم أشواق وهي مصدومة. ايه ده؟ مستحيل تكون عملت كده في نفسها، أكيد في حاجة غلط. معقولة ممكن نصدقها هي؟ فضلت أشواق قاعدة قلقانة لحد ما دخل مرتضى. ايه اللي حصل؟ هي كويسة؟ حصل لها حاجة؟ ما تقلقيش، دي حرباء ما يحصلهاش حاجة. أنا والله ما عملت لها حاجة، أنا كنت واقفة وهي اللي عملت كده فجأة. يا ستي ولو عملت كده فكرك أنا هتضايق على أسيل يعني؟ لازم تخاف عليها، لأنها لسه مراتك يا مرتضى. بجد؟ أصل أنا نسيت إنها مراتي، أنت إزاي لسه فاكرة؟ بصيت له أشواق وهي بتفكر في كلام أسيل. إيه رأيك يا مرتضى لو قلتلك نخلف؟ إيه ده بالسرعة دي؟ معقولة عايزة تشيلي حد بحلاوتي دي؟ هو أنت دايما كده دمك خفيف إلا في وقت الجد. بطل رخامة بقى وقولي إيه رأيك. خايفة أقول رأيي تتقمصي. يا سلام، مرتضى بيه بشحم ولحم وبيخاف؟ أيوة، قصاد أحلى ست في الدنيا لازم أخاف لحسن تتقمص مني. ما تخافش، مش هتقمص. لو كده فبصراحة لأ، هرفض. اشمعنى؟ لأنك لسه بتكتشفيني. ينفع أخلف وأنا لسه مش متأكد هتسيبيني وتمشي ولا لأ؟ مين هيربي الولد ساعتها؟ ساعتها ممكن تدخل أسيل وتربيه هي. تربية أسيل دي حاجة مستحيلة. أسيل ما تربيتش عشان تعرف تربيه. ثانيا أنا لما هخلف من ست هكون بحبها وعايزها تربي ابني، وطبعا ما ينفعش أخلي حد غيرها يقرب منه. معنى كده إنك لسه مش بتحبني؟ أنا بحبك يا أشواق، ما كنتش ناوي أقولك دلوقتي، لكن أنا يوم على يوم إحساسي ناحيتك بيزيد بشكل يقلق. أنا خايف عليكي من حبي.
وهو حبك مخيف ليه؟ لاني مش هسمح لك تبعدي ابدا، حتى لو انت اللي طلبتي. مش هتبعدي عني ابدا. وعلى باب الاوضه، يعني انا حرقت نفسي؟ بس انت ومراتك لسه حياتكم كويسه للدرجه ده؟ انا رخيصه عندك يا مرتضى؟ ماشي، بس انا مش هسكت ابدا. عدى يومين، كان مرتضى مهتم بأشواق أكتر وبيحاول يوقعها في حبه، وكانت أشواق حبت مرتضى ووثقت فيه. وفي يوم رجع مرتضى من الشغل وما لقاش أشواق واقفة مستنياه زي العادة. هي ما فين دي؟ معقولة تكون تعبانة؟ طلع بسرعة على أوضته، وأول لما فتح الباب اتصدم. كانت الأوضة إضاءتها هادية ومولعة شموع، ولابسة فستان جميل جدا، وقربت منه بابتسامتها الجميلة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. مرتضى خرج من الأوضة ودخل بسرعة. أنا قلت أتأكد يمكن دي مش أوضتي ولا حاجة. يمكن أنا دخلت حتة غلط. ولو دخلت في حفرة هتلاقيني دايما مستنياك. بس النهاردة الوضع مختلف قوي يعني. بجد؟ ممكن عشان عندي حاجة مهمة قوي أقولها لك؟ حاجة إيه اللي تستاهل الدلع والاهتمام ده كله؟ لا مش دلوقتي، لما تروق كده وتاكل. ولا مش جعان؟ لا أنا مش جعان، قوليلي على طول. يا خسارة، يعني مش هتاكل من الأكل اللي عملته لك بإيدي دي يا مرتضى؟ هاكل. طالما بتقولي مرتضى كده يبقى مش هقدر ماكلش. قعدت أشواق تأكله بنفسها. وكمان بتأكليني في بقي؟ ايه عايزاني اموت النهارده ولا ايه يا أشواق؟ بعد الشر عليك يا حبيبي. يا رب أي حد يكرهك. لا لا لا، مش معقولة يعني. عمالة حبيبي حبيبي. هي ايه الحكاية بالظبط؟ أنا اكتشفت حاجة مهمة أوي يا مرتضى. اكتشفت إن آخر النفق في نور وحنية وحب عمري ما تخيلت ألاقيهم في حياتي. وغصب عني قلبي ما قدرش يستحمل وحبك. أنا بحبك أوي يا مرتضى. وأنا بحبك أوي أوي يا أشواق. ومش هخليكي تندمي ولا تبعدي عني في يوم أبدا. وبعد يومين كانت أسيل بتتكلم في التليفون. ها؟ كل حاجة جهزت؟ حتى تذاكر السفر بتاعتي؟ تمام. نفذ النهاردة، سلام. قفلت أسيل وقعدت تراقب أشواق اللي بتتحرك في البيت بحرية وهي بتفكر. من يوم ما جيتي وانت بتتجاهليني كأني مش موجودة، لحد ما خليتي حتى الخدم بتوعي يتصرفي كأنهم مش شايفيني. مفكرة بقى ان انا هعدلك الموضوع بالسهل يا أشواق؟ انا هدفعك تمن سرقتك لحياتي وخيانتك ليا. خرجت أشواق من البيت وركبت عربية وهي بتكلم مرتضى. أيوة ركبت دلوقتي أهو. ما تقلقش، نص ساعة هزور ندى وجوزها وارجع. حاضر، هبلغهم سلامك كتير. يلا باي باي. اتحركت العربية وسرحت أشواق بفرحة، وفجأة بدأت عربيات تقفل عليهم. ايه العربيات دي؟ وبيحاولوا يوقفونا ليه كده؟ اهرب اهرب منهم بسرعة. مسكت تليفونها تتصل بمرتضى. مرتضى، الحقني، في عربية. اه، انتوا مين؟ سيبوني سيبوني. بدأت تصرخ أول لما هجم عليها راجلين وخدروها وأخدوها لعربيتهم. وفي نفس الوقت كانت أسير راكبة عربية ورايحة على المطار. وريني بقى، هتعيش حياة سعيدة مع مين يا مرتضى؟ قالت كلامها بس فجأة عربية خبطتها بقوة. وبعد 3 أيام في مؤتمر صحفي كان مرتضى واقف وباين الحزن عليه. أنا بناشد أي حد يشوف مراتي يدلنا على المكان. أنا هدفع له أي مبلغ يتخيله، بس أقدر أشوفها وأطمن عليها تاني. أرجوكم. أشواق كانت كل حاجة بالنسبة لي في الدنيا دي. أنا مستعد لأي حاجة تخليها ترجع لي. خرج من المؤتمر وركب عربيته وطلع للمستشفى. وقف قدام أوضة أسيل. هي لسه ما فاقتش. أنا متأكد إنها عارفة إيه اللي حصل لأشواق. للأسف يا مرتضى بيه، حتى مؤشراتها بتقول إنها مش هتفوق من الغيبوبة قريب أبدا. الحادثة كانت قوية جدا، لكن إحنا بنحاول بكل الطرق. أنا محتاجها تقول لي فين مكان أشواق بس، وبعدها تموت مش هيفرق معايا. لو حصل أي تحسن هنبلغ حضرتك. وفي أوضة ضلمة وقديمة كانت أشواق على الأرض تعبانة من كتر الضرب وإنها مش بتاكل. مرتضى، أنت فين؟ أرجوك الحقني. وبره كان في راجلين قاعدين. يا عم بقولك ما بتردش على تليفونها. خلاص، السبوبة دي راحت. لازم نرمي الست اللي جوه دي في اي حتة. يا جدع ما يمكن مشغولة وهترد. يا اسطى انا اتقصت عليها وعرفت انها عملت حادثة وفي غيبوبة. هتفوقلك ازاي؟ اسمع مني بس. احنا نرمو اللي جوه دي في اي حتة، وهي كده كده ما شافتش وشنا، ونشوف مصلحة تانية ناكل منها عيش. خلاص، النهاردة الساعة 12 كده نرميها عشان محدش يشوفنا. الساعة 12 وقفت العربية ورموا أشواق منها في نص الطريق، وكملوا بسرعة سواقتهم. فضلت أشواق على الأرض مش قادرة تقوم. مرتضى، مرتضى، مرتضى. تاني يوم الصبح
دخل مرتضى المستشفى وبيجري وشكله مهمل كده في نفسه. مراتي فين؟ أشواق هي فين؟ ايه ده يا أستاذ؟ احنا حقناها بمهدئ ومحلول تغذية، يا ريت تقعد معايا وتفهم الحالة قبل ما تدخل لها. راح مرتضى معاه وهو حاسس بالخوف. مدام أشواق اتعرضت لهجوم وضرب شديد، جسمها مليان من الكدمات والكسور، بس الحمد لله ما فيش أي اعتداء حصل لها. حاليا احنا جبسنا ايديها وعالجنا كل شيء، لكن هي أعصابها مش أحسن حاجة، فياريت تخلي بالك جدا منها. ما تقلقش يا دكتور، أنا هخلي بالي منها. راح مرتضى لأوضتها ومسك إيديها بحزن، والأول مرة تنزل دموع من سنين وهو باصص عليها. أنا آسف يا أشواق، سامحيني يا حبيبتي، سامحيني إن أنا سبتهم يعملوا فيكي كده، ملحقتكيش بسرعة أكتر، أنا آسف، سامحيني أرجوكي. فضل مرتضى جنبها وهو حاسس بالذنب. وبعد فترة بدأت أشواق تفتح عينيها. آه، مرتضى، مرتضى الحقني، أنا جنبك، أنا جنبك يا حبيبتي، ما تخافيش. مرتضى ما تسيبنيش، هما اهدي اهدي، أنا معاكي وجنبك، ما تخافيش، محدش هيقرب منك من النهاردة. عدت الأيام وكان مرتضى وندى بيراعوا أشواق في المستشفى لحد ما اتحسنت وجه ميعاد خروجها. وفي الأوضة، لا أنا هسندها، أنا جوزها وليا الحق أكتر، وأنا أختها وبقالنا سنين سوا، فحق إن أنا أسندها أنا، مش بالسنين. هي لما فاقت قالت مرتضى، ما قالتش ندى، ده عشان أنت لحست عقلها، لكن أختي طول عمرها بتحبني أكتر. مستحيل، أكيد بتحبني أنا أكتر. بصت لهم أشواق بيأس، ووقتها الممرضة اتكلمت. نمشي ولا نستنى حد فيهم يسندك؟ خلينا نخرج، مش هيخلصوا دلوقتي. وهم خارجين، اوعي تتحركي خطوة كمان، مش هتخرجي من غير نقفي مكانك. طب ما انا تعبت منكم، وانا مش محتاجة حد يسندني اصلا. صح، دي حقيقة، هي مش محتاجة حد يسندها، لكن مفيش ضرر من الشيل. لا، ده مش عادل، نزلها، نزل اختي حالا بقولك. مرتضى عيب نزلني، ما ينفعش كده، مراتي وبحبها يا ناس وهشيلها، انا حر. عيب في ناس؟ ايوه انا هشيلها، انا عملت عضلات اهو. هتشيليها ايه ببطنك الحامل دي؟ هو جوزك سايبك تقرفينا احنا ليه بهرمونات الحمل دي؟ بس بقى انتوا الاتنين فضحتونا في المستشفى، وانت نزلني عيب بقى. مرتضى ابتسم وفجأة اتكلم بصوت عالي. بحبك ومش هنزلك ابدا. خبت اشواق وشها فيه بكسوف وخرج بيها وهو فرحان. اوعدنا يا رب، هم قرفونا، بس هتوحشني قصة حبهم دي قوي. وفي البيت كان مرتضى قاعد على السرير، وأشواق كانت قاعدة جنبه. حبيبي، انت لازم تفطر، انا عارفة انك ما اكلتش لحد دلوقتي، ما ينفعش. انا مش عايز اي حاجة غير انك تفضلي جنبي وبس. طب ما انا مش هطير منك. لا، ممكن تطيري، ده اخيرا رجعت لبيتك. لو تعرفي نفسي اعمل ايه في اسيل. تعمل ايه اكتر من كده؟ فضلت ورا الرجالة دول وجبتهم واتسجنوا، واسيل ما فاقتش من الغيبوبة وطلقتها، وكمان عليها قضية. كفاية قوي لحد كده، خلينا نفكر في بعض وبس. اوعدك ان انا هحميكي بروحي، وعمر ده ما هيتكرر ابدا. انا بحبك قوي يا مرتضى، وانا بموت فيكي يا اشواقي. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، ونقول وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة. توتة 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 وبتخلص الحدوتة. رحلة جديدة خلصت، ويمكن تكون الأحداث اللي فيها مرت علينا بسرعة، بس الأكيد إن كل قصة بنعيشها بتسيب جوانا بصمة خاصة، وبتعلمنا حاجة جديدة عن الحياة أو عن نفسنا. أتمنى بجد تكون القصة دي عجبتكم واستمتعتوا بكل تفاصيلها معايا، من أول لحظة لحد آخر كلمة. دعمكم ده هو اللي بيخليني أكمل وأقدم لكم كل يوم حكايات جديدة ومميزة. علشان كده لو استمتعتوا بالقصة دي وحسيتوا إنها لمستكم بأي شكل، ياريت تدعموا الفيديو ده بلايك كبير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اللي بتحب القصص الجذابة. وكمان أنا متحمسة أقرأ كل تعليقاتكم في الكومنتات. شاركوني إيه أكتر مشهد عجبكم في القصة، وإيه اللي حسيتوا بيه بعد ما سمعتوها. رأيكم وتفاعلكم ده هو وقودي اللي بيخليني أقدم الأفضل دايما. شكرا من كل قلبي لكل واحد كمل القصة معايا للنهاية، وأوعدكم قريب جدا هنرجع بقصة جديدة ومغامرة مختلفة تماما هتخليكم متشوقين من أول كلمة. لحد ما نيجي المرة اللي جاية طبعا هتوحشوني. سلام.